اللهم صل على حضرة النبي يا ام طارق. ايه العسل ده؟ يا رب يجعله ادم الخير. ايه الهنا والسعادة دي النهارده؟ حذروا فزروا. اللهم صل على النبي. ابيض ولا رصاصي ولا اسمر؟ اقول على شكله؟ لا هم يقولوا لنا بتعليقاتهم الجميله ونهارهم الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا صباح الورد او يا مساء الورد. يا مساء الورد يا مساء الهنا يا مساء الجمال على اخويا دي. يا مساء السعاده. ازيكم يا اللي ما فيش حد زيكم. بشكر لكم على تعليقاتكم الجميله، بشكر لكم على تفاعلكم معايا في القناه، بشكر لكم على كل كلمه قلتوها لي يجعلها في ميزانات حسناتكم، يتجبر بخاطركم وسعيدكم ورضيكم وفرحكم. ابو طارق كان نفسه في فرازل وصل والدنيا وصل. بحبهم وبطعمهم. هنحلو بيهم عسل يا ابو طارق. انا اللي هتفتح. طبعا انت لما طارق يفتح اكتبوا لنا بفتح عليكم كميلي اللي انا بفرح بيه، اللي انا بسعد بيه، يسعدكم ربنا. جبناه الاسمر حبيبنا جبناه. استنى يا ابو طارق مستعد ازاي؟ بشكر لكم كلكم طبعا. اي بيت كنا زمان يا جماعه الخير كنا بنملى القله والمشربيه والزير جوه جنب السرير، وكنا بنشرب وبنحمد ربنا. ما كانش حاجه اسمها ثلاجه ولا كان حاجه اسمها فريزر ولا كان اي حاجه. لا يا خاله حلميه، كان زمان بنجيب البطايه من على السطح نذبحها وعلى الحل. كان زمان نجيب الباميه من الغيط والملوخيه من الغيط تتقطف في نفس اليوم وتتطبخ. ما كانش في فراد، وكان في بركه، وكان في تفاؤل، وكان في الحياه بسيطه بس ولا كانت الطماطم بتضرب ولا اي حاجه كانت بتبوظ. كنا زمان بنخبز العيش للخميس او للسبت، والعيش كان بيتحط في الطش ولا من اول شقه لاخر شقه، ولا كان بيتعفن ولا يجرى لها حاجه. ما تعرفوش ايه اللي حصل في الزمن ولا حصل في الدنيا. عادي العيش اللي كنا خبزناه او جبناه من الفرن لو ما اتحطش في الثلاجه ابدا، ايوه لو ما اتحطش في الفريزر ابدا مش هيتاكل. بأم بيت ولد ويبقى زي ما اي بيت. انت ممكن تستغنى عن الراجل ما تستغنيش عن الفريزر. اي والله. هما 3 حاجات في البيت عمرك ما بصي. الخلاط والفريزر. ايوه عيد. والبوتاجاز. ايوه عيد. والانبوب. لا استنى بقى. اول حاجه الثلاجه والفريزر. الناس معلش بتستغنى عنها. حتى في شورت العروسه ما بيجوا يجهزوا العروسه بيركزوا في الثلاجه او في الفريزر اهم حاجه، وبيجيبوها خامتها حلوه ويكون الجوده بتاعتها عاليه علشان ما تبوظش. قال بالظبط الفريزر والثلاجه. عندك بقى ولا عدت تستغنى عن الثلاجه ولا الفريزر ولا الخلاط، التكييف او المروحه وكمان الغسال. بصوا بقى انا استغنى عن الدنيا كلها وما استغناش عن الادوات المنزليه بتاع البيت اللي هي بالكهرباء. على العموم ألف مليون مبروك يا ام طارق على الفلازر بتاعك الجميل اللي زي العسل. طبعا ماركة كريازي حاجه يعني بصوا يعني بجيب وبحبكم وبدعمكم جبنا اللي قديكم. ايوه طبعا هتقولوا لي جبت الفلوس منين يا خالته حلميه. طبعا كان الفلوس اللي جت لابو طارق من اخت حبيبه ليا نسدها اول قسط للقضيه، لسه 15 يوم او 20 يوم على المحكمه ما تحكم على ابو طارق ندفع نص المبلغ. قلت يا بنت اضربي عصفورين بحجر، اروح اجيب الفريزر عشان حاجتي باظت والحاجات اللي انا مش هحتاجها عند جيراني اجيب بها الفريزر، وكمان على ما القبض بتاعنا ينزل، وكمان ممكن اروح لبتاع البطاطس نجيب منه برضك نص المبلغ بتاع البطاطس كده على ما يبقى يبيعي. بصوا بقى الواحده الشاطره والست المصريه بتدبر نفسها بنفسها. ضربت عصفورين وهي يعني ما يسجن يعني مش مشكله. العسل صباح الفرحه صباح الجمال يا ام طارق. صباح النور على عينيك يا عسل على الناس العسل على الناس الكويسه. صباح الهنا كله بحبكم وبدعمكم بنكبر بيكم. والخاله حلميه كتاب مفتوح اقسم بالله العظيم ان الكتاب مفتوح. الحمد لله. قص الشريط قولوا له ام طارق مبروك يا حبايب. قص الشريط زغرات يا ام طارق. قاعد
قعدت 19 سنه يا رب دي انا هعيش لسه. ده على ما يجيلك الجديد وهو الشديد اللي هيطلع فوق. لا بتاع العروسه مالناش دعوه. بتاع العروس. انت مالك بيه؟ مالك بيا ما تحولش عليا. ايوه اطلع تلج عند هتبقى تطلع تشرب العصير عند تلاقي. على ما تطلع تكون قبضت. ايوه واحده واحده هتطلع فين؟ هتطلع في السما. الله انت يا باشا الطبق ده يروح. الطبق ده يروح صحيح. استنى يا حاج هات نار. ها ما هو حتى لو جه هنا برضه هيخبط في السما. استنى هيخبط في السما في السقف يا جماعه. قصهولنا من تحت اعملوا بالماوس. يا سلام مش جاي. انا بقول لك ما هقول لك نيمه. هو عايز تنيموه سكه. نيمه اصحى. يعني عليا ينام عليا وتسحبيها. نيمي كده يا ام طارق. نيمناه. لا اقول لك على حاجه. نيمي ايوه ارفعي بقى لفوق. ارفعي الكرتون. لا انت بتعمل ايه؟ لا يا ابو طارق. نيمه تاني. لا افتحي بقى من الكرتونه وخلاص. افتح من الكرتون يا جماعه. والله هات كده يا مطر والنبي. المصري مش هيجيبها تخيلنا. لا ما جايه. اما انا اقول لك على حاجه فك الكلبسات. ايوه فك الكلبسات وخلاص. جاهزين. استعد يا ابو طارق. حط لايكاتك يا بنت القلب. حط لايكاتك انت وهي على ما نشوف زينة الحلوة. وادعوا لنا الدعوه المزلزله يفضل 20 سنه. ايوه بص يا بوس. مش جاي. افتح يا سمسم. ايه الحلاوه دي؟ الف مبروك يا ام طارق. الف مبروك. يا دي الليله الهاديه. يا دي الليله السعيده. يا دي الفرحه السعيده. يا دي عرايس جديده. يا دي الهنا. واحده طبعا لونه طلع اسود. جايبها اسود عشان يبقى الطقم كله زي بعض. عشان يبقى الغساله والفريزر والثلاجه شبه بعض. يعني الغساله برضه زي ما انتم شايفينها كده سودا اهي. ايوه عقبال البوتاجاز باذن الله. صحيح واحده ما تطلعش السلم مره واحده. اقسم بالله العظيم انا قعدت الصم في الفريزر الصم فيه لغايه لما انتوا شفتوه لما اتفجر. ايه رايكم يا حبايبي يا متابعين؟ وعقبال عندكم كلكم يا رب. عرايس وسنه اولى مطبخ وسنه اولى جواز. يا رب. يعني خشين على الجواز. اللهم صل على النبي. صليت على ايه ده مطار ده انت هتحلو. معاك المجال في اولك هيجي في اخري. الحمد لله الصبر حلو. خش يابا. صبرني وربنا ضبرني. يعني احنا جايبنا برضو انضف حاجه واحسن حاجه. اللطف كده يعتبر لطف شفاف. لا ما شاء الله ما شاء الله. ده هات الورقه دي. الورقه دي نعينه. ورق ضمان. ايه دي؟ الدرج واسع. وطبعا بقى ايه الدرج يعني في حاجه شايلاه يعني في حامل زي ما انتم شايفينه كده شايله. سياء يعني حاجه اسمها الله يخرب عقلك انت هيختار لك سنان تاني. فطبعا يا جماعه عايز اقول لكم برضو الدرج طبعا هنا جاي شفاف بحيث بقى لو هي حاطه اي حاجه تبقى واخده بالها. يعني ما تجيبي حاجه كتير. ثواني بس عشان ده في مشكله ولا ايه؟ لا مفيش مشكله. مكسور ده؟ لا ولا هو كله زي بقى؟ لا خلاص تمام. ما يرضوا زياده التاكيد عشان طبعا ده حاجه منقوله من مكان لمكان. شياله تبقى سنده الدرج بتاعك عشان لو في حاجه تقيله ما يتكسرش. هات الورق اللي موجود ده. ما شاء الله اخوه. تمام ما شاء الله. شوفوا ده واحد طبعا يا جماعه 6 دراج زي ما انتم شايفين هنا. دي بتاعت التلج. دي بتاعت التلج. شوف انت اشتريت بتاع التلج ليه؟ مش مشكله. واحنا هناك جايبين لك البتاع الوحيده بتاعت التلج. طبعا الضلفه اللي فوق دي بتاعتي برضه. ليه ما بتشدش بقى؟ ده مبرد. دي المبرد. طبعا هنا ضلفه للتلج. نيجي هنا بقى ده 1 ده 2 ده 3 4 ماشي شايفها 5 6 طبعا اضلف. الميزه الجميله في الفريزر دوت اللي هو طبعا ايه الاضلف بتاعته شفافه بحيث بقى لو حتى اللحومه هنا ما تتوهش بقى حتى اللحوم فين ولا بتاع. هتفتح الفريزر بتاعها بمعنى صح كده على طول كده. يا سلام على حلاوه. يا سلام على زكتك يا رب. تفتح بقى طبعا الفريزر طبعا بقى لو حتى اللحومه هنا فكل حاجه هتبان. حتى طبعا الخضار بتاعها هنا هيبان. حتى هنا بقى فاكهه اللي هو مانجا والكلام ده هيبان. فطبعا يعني في بقى نفس النوعيه ده يا جماعه بس بقى ايه وسعره اهدى شويه. اللي بيبقى مثلا الاضلف ديت مش شفافه وبيبقى طبعا في حاجات برضو مواصفات هو كان قايلها لي احسن برضو احنا من كده. ولكن بسم الله ما شاء الله والف مليون مبروك يا ام طارق. الف مبروك يا ام طارق. وبيه كده وانت مبروك يا حبايبي. الله يبارك فيك. واحده ايوه
طبعا هناك في اعلى من دي، هناك اللي هو 7 في حاجات واصله بقى 35,000 وحاجات واصله 31,000. بس احنا بقى حبانا ايه بنين انا مانيش عروسه، الحاجه اللي هي العاليه بتاع العرايس ربنا يتم على الناس كلها، فرح الناس كلها كل واحد على قد ما يقدر. كتير من حبايبنا واخواتنا اكيد هيسالوا على سعره وعاوزين يعرفوا سعره كام. هو سعره بالظبط يا جماعه عامل 26,700، يعني قولوا بتوصلوا 27,000 جنيه. 27,000 الحمد لله. رضا هنسجن الدسوقي والحمد لله. لا 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 ولا سجن ولا حاجه، ربك بيسهلها وربك بيدبر كل حاجه، بس الله ينور. ماذا بقى الدرج واسع مش ضيق، يعني ما هوش كنز، الدرج بقى تاخدي وامسح كل واحده بقى. ما عدناش عايزين نملاها. لا هنملاها بقى حبات 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 حبات. انت معاك 6 ضلوف اللي انت عاوزه. احنا 3 كل واحد ايه لضلف. ونخلي ال6 التانيين. الحصير دي الدرج اللي فوق دي بتاع ابو طارق للحصيراوي. ايوه الدرج التحتاني دي للمانجا بس ما تسع كل حاجه عندك موجوده في السوق. ايوه ما تخلينيش كتير خالص. حبات حبات صغيرين. ايوه بس حبيبي يا حبيبي انت تؤمر ولا مش تحط تعجي، لا حبه حبه. الفرازه الثانيه يا جماعه الخير كان يختلف عن دي. الفرازه دي كنت جايباها من بقول لكم داخل على 20 سنه، ما كانش دي لسه ظهر قد كده، وكان ب 1000 جنيه. طبعا كنت بجيب بقى كرومب واحط فيه، هو ماسته بقى اكله على نور هنا اهو. لا عيد نور والله انا لا بتشدوه لا والله مسرقه. ايوه ابقى عايزين نسمي بالله ونفتحه كده ونجربه ولا ايه الدنيا؟ بس استنى كده عايزين نسمي بالله كده ونبدا نسمي بالله ونشغله كده. ده ما يجرب له كده يا ابو طارق. لا طبعا ده حاجات دي تشال الاول. شوف نشيل بقى بتعمل ايه يا ابو طارق؟ نفتح بقى نشيل ده اهو الجنوب ده اهي. ماشي اهو. لا من هنا سهله يا طارق، من ورا سهله. لا نوعيه بسم الله ما شاء الله جميله وحاجه من الحاجه النظيفه يا ام طارق. طب هتقولي لي الفرازر اللي تحت بقى عملت فيه ايه؟ هو مخروق يا جماعه، هو شغال وكل حاجه بس مخروق ما عادش لو شغال مصيف احنا هنعبيه ميه وهنقعد في الاطفال. الموتور بتاعه شغال وبيتلج، بس هو خلاص اتخرق من تحت. هنحط فيه الازايز بتاع لا شوف حد اللي عرفت اصلحه عرفته، ما فيش بقى احل الموتور بتاعه. هو دي نفع الصلح. احل الموتور بتاعه وابيعه بقى خرد، واخد الموتور بتاعه هنسيبه يا ستر الافراح، نجيب شويه بيبس ولا حاجه نبقى نحطهم يا جدع. هو ما هواش بيخر ميه من تحت. ده يتحط فين؟ هنحطه جوه. جوه فين؟ هنحط جوه اهو. هنحطه جوه من فوق في الاوضه. يعني هيبقى الدولاب الاول ولا هو الاول؟ الدولاب الاول. تعالى نشوف كده ندخل. ما احنا عايزين بس ايه نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. سرقوا بس كده النور عشان نعرف بس نحطه في مكان كويس. الدولاب ثواني بس ما تتحركش. نحطه هنا ونسيب الدولاب زي ما هو، ولا نجيب الدولاب هنا ونسيبه هنا؟ نسيب ونودينا عشان الشباك يدخله هوا عشان السخونيه. انا مش عارف، انا بسالك انت. الدنيا كلها هوا. الدنيا ما هو يعني هتفرق عن الحاجه عشان ده ما يحلقش عليك اما تيجي تطلع حاجه يبقى دي ايه؟ فاول يعني احطه هنا ولا اشد الدولاب هنا واحطه؟ انا قصدي يعني نجيب الدولاب الاول ولا نحطه هو الاول عادي؟ لا نشد الدولاب نجيبه هنا ونحطه مكان الفرازه الاول عشان الشباك ده اهو يدخله تهويه الهواء علشان ما يسخنش. واحده واحده مش هنجيب حاجه نبوظ حاجه. ايوه عايز حاجه ثالثه 5 ولا 6؟ ثالثه ولا 5 ولا 6؟ اللي بقى مروحه لونها اسود لون والله الحمد لله والشكر لله. شوف يا طريق البتاع دي بتاعه ظهر ده قد ايه؟ بتعملوا من غيري بنكتشف المكان. الصلاة على النبي. انتوا ولعتوا ولا لسه؟ لا عادي احنا مش هنشغله الوقت. ما هنشغله ازاي واحنا هزناه واشتلناه ورزعناه وضربناه؟ ايه هيريح ولا ايه؟ لازم اي ثلاجه او اي فريزر حركتيها كتير قدامك 3 ساعات او 4 ساعات او 5 ساعات على او ممكن تبيتيه وتشغليه الصبح. فطبعا احنا لسه مش هنحط بقى حاجه، فبنسيبه بقى مطرحه كده ويستعد بقى للتدوير باذن الله. نستعد بقى نحط فيه منجايه. نستعد بقى نجيب حاجتنا. نحط منجايه. واحده. فرخه واحده منجايه واحده؟ طب ما احطش واحده ثانيه؟ 2 3 بس. يمكن لي طلب والله 2 3 يعني ممنوع اللحوم. اللحوم حته صغيره كده تقطعيه. ايوه تحطها في اكياس. حته اللحمه. ايوه والله سيبك بقى من الهلوسه والشعتره بتاع الفاكهه بتاع الزمن دي. يعني ابو طارق بيقول لي ايه؟ هات حاجه للاسبوع او للشهر وخلاص. الشهر يخلص هات خير. ما عادش تخزين. ايوه بقول لك اللي حاجه ما عادش تخزين خالص يا حبايبي. حاضر. حاجات ايه فكاتي كده فكاتي. فكاتي كده يعني قصده الحاجه معلش بتتمنع في الاسواق ولا اي حاجه. ايه رايكم في مكانه كده؟ ما شاء الله تبارك الله. خليك بقى ارتاح
وريح بالك وانا كمان ارتاح. وعندك احسن من ابو طارق الوقت. ايوه تعالوا بقى نعمل غداوي او نمشي يومنا النهارده بحبكم وبدعمكم. هنعمل غدوه سريعه. ابو طارق انت بتعمل ايه؟ بتكتشف ولا ايه؟ مكرونه ايه؟ ماشي سباكيت والله عامله لك صغير. ايوه عامله لك سباكيت. اوبا ده في فراخ بانيه وفي تتبيله وفي حاجات جميله. لازم نروق بقى يا كبد امك، لازم نروق على ابو طارق. روايه يا ابو طارق، روايه بالحر دي. ايوه ابو ما طارق كترش التقال. اقسم بالله العظيم المحشي اللي انا كنت عاملاه معاكم يا رب فطرنا منه، ولا يا رب اتغداني وبقيت الاكل قال لي طلعي لي اصحاب نصيب. ايوه وكانت دقيقه صغيره ما بحبش الاكل بيت وخصوصا والله. تاني دي ما كترش حاجه على السهل كده وخلاص. يا سنه اولى مطبخ يا سنه اولى جواز، يلا خشينا على الجواز. ايوه حبات كنا. ايوه ما تلبش الحله. لا معانا هنا بصل طم. بس اسكت بقى. طيب معايا هنا ميه بصل ما شاء الله، هنحط عليها كوبايه لبن مع عندي الزبادي. نعمل ايه؟ كوبايه لبن بسيطه كده، نحط عليها ايه؟ حبه خل محترمين. طب الخل اللي هي خل حلميه هيخليه معاكي زي الزبادي باسل. بصي شوفوا اهو كل مدى بيربط اهو. ابو طارق نعم حط ليمونه من الثلاجه. شوفوا اهو، شوف يا طارق ماشي اتحول زبادي اهو. بدل ما تطلع ابو طارق في عز الحر او تقومي بابنك ولا بنتك تروحي الدكاكين الوقت واحنا الساعه 1 الظهر اهو. الجو بقى ايه؟ الناس مقفله والدنيا حار. حطينا ميه البصل، حطينا كوبايه اللبن، حطينا عليها ربع كوبايه خل. معانا هنا بقى التوابل بتاعتي ايه بقى؟ بصل بودره، حبه كزبره بسيطين. معايا هنا بابريكا مدخنه، شويه ملح، شويه قرفه، بهارات الفراخ، معلقه كركم، السبع بهارات، نطره كمون بسيطه، حبهان مطحون، فلفل اسمر. هنحطهم بقى هنا كده. ليمونه اهي برده كان نعصرها على التوابل والحاجات اللي احنا حطيناها مع بعضنا دي. معايا بقى توم فريش، انا عندي توم بودره بس انا بحب احط التوم الفريش، بيديها طعم بقى وبخليها ايه عسل كده ولا حاجه حلوه. شويه زيت بسيطين، قلب بقى الحاجات الجميله دي. شوف زعتر، زعتر بيديله. بصوا حبه زعتر بسيطين كده، قلبي بقى كده. الله 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 الله. عندي بقى بناها اهو ان شاء الله. ناخد واحده بواحده كده ودقين. انا ما بحبوش رقيق قوي، احب اما اجي اقطم البفتاج بتاعي القى فيه اللحمه ما القاش عروق صغيره كده. نقلب بقى كده اهو ونظبط ملحنا. التتبيله دي بقى تنفع للفراخ المشويه وتنفع لاي حاجه مشويه عندك. قلبي بقى كده، وكمان ممكن تعمليها على بيات وتعينيها. فاصل ونواصل ونظبط ملحها وخليها زي الفل. نعمل ايه؟ كيلو مكرونه او نص كيلو مكرونه او ربع كيلو مكرونه تبع افرادك اشتغل. انت اخيرا لقيت المكرونه، بقالك فتره طالبه المكرونه دي. يا والله هم نوعين، يا ترى هيتظبطوا ولا لا؟ عشان امبارح قلت لك هات لي كيس مكرونه. حاضر يا ماما. هات كيس مكرونه. حاضر يا ماما. بدأت تشرب من التتبيله. سايباه. بصوا بقى معايا ايه؟ ما عنديش مكرونه، وعلى راي ابو طارق هاتي حاجه وما تخلص هاتي غيرها. المكرونه برده بتسوس في الحاره. معايا مكرونه من دي كده، شوفوا صغيره اهي، هي بتاعت ايه؟ الكشري المصري. معانا هنا بقى العقل الثانيه دي دي نص كيس وده نص كيس. احتار ازعل اكشر اشد في شعري امسك في الراجل امسك في البيت امسك في الولد. لا اجي بقول لك الصرف بس انا خايفه لا نتعجن لا نتعجن. والله احنا ونصيبنا بقى. معايا هنا حله اهي، نحط حبه زيت محترمين. المكرونه والمحشي بيحبوا الزياده، حبه زياده محترمين كده. ناس بتحمرها غامقه، انا ما بحبهاش غامقه. لا هي خلق حلميه اما بتبقى غامقه في التحمير وتيجي تحط لها الصلصه تحط لها الطماطم، معجونه الطماطم بتلاقيها ايه مديه لون غماء قوي كده وانت بتاكليه. طب هتعملي ايه يا خلق حلميه؟ ما تطولي بالك يا بنتي متوهيه. انا بديك الفكره اهو يا عناي. بشواش بشواش على الخلق حلميه. ولعنا على المكرونه بتاعتنا. تعالوا بقى ايه؟ بقسماط جاهز فيه الحر وفيه ايه؟ البارد. والله جاهز والله، وفي تتبيلته وفي جميع كل حاجه. في مدى بتتقاد ما انا بتعلم وبعلم. ده الحار، ده الحراق وده البارد. كوبايتين من البيض، كوبايتين من اللبن، كوبايتين من اللبن. انا قلت كوبايتين من البيض ازاي؟ بطن اهو. طب هنعمل ايه بقى؟ نحط شويه فلفل، شويه ملح،
شويه فلفل اسمر. احنا قلنا دي عليه ملح وعليه التوابل بتاعه مش هنيجي يمين. معايا هنا الغلاف بتاع الدقيق، معايا هنا كوبايه دقيق حط عليها نص كوبايه نشا، حط عليها حبه كركم، شويه بابريكا، شويه ملح فقط لا غير. هنقلبهم مع بعض ما شاء الله. شوفوا بقى تمشي الليل. شوفوا الله الله الله، يا سنه اولى مطبخ يا سنه اولى جواز. شوفوا انا بقول لكم بقى الشكل ده بقى ما تغمقاش عن كده. طب مين هي خلقنا ولا حطيتها بس ولا حطيتها ولا حطيت اي حاجه، وتفضلي بالك يا ريت. معايا هنا البصلايه اللي انا واخده مضيتها اهي راحه كده. دي مكرونه بالخضار، حطينا الوقت البصلي شوحناه اهو. الله الله الله، شوف اللي انا هاجي اطرقها يا العسل. لو غمقتي بقى المكرونه بتاعتك وانت بتحمريها وانت بتحطي بقى التشكيله بتاعتك دي مع التقليبه هتحمر وتسود منك وتبقى اكلها مش حلو فين ممكن تتاكل. حطينا بقى ايه البصل. معايا هنا فلفل بارد، هنا فلفل بارد، هنا قرن حراق. شوحي بقى كده الالوانات لو عندك بقى فلفل الوان كمان. معايا هنا بقى الثوم اللي انا دقاه، فلفل اسمر شوية كده محترمين، شوية ملح. اوعي لا تحطي البرطمان كده. نطرة قرفة صغيرة وشوية كزبرة ناشفين ادعي للخلع حلمية اوعي تدعي عليه. عين الطماطم اللي انا مسبكاه وعيناه تحت من الفراز برضك ما حطيتوش دي مش راضية عليك. شوح 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 تمام. شوفوا بقى ما تحطي المكرونه فاتحه اهي طار. شوفوا ما حطيت عليها التسبيكه ما هيش غامقه. لو غمقتي بقى المكرونه بتاعتك في التحمير قوي هتحطي عليها بقى الحاجات اللي احنا حاطينها ومعجون الطماطم هتلاقيها معاكي غامقه مش هتاخد معاكي الفواتح دي كده. نطره سكر برده كده بسيطه عشان حموضه الطماطم اهي تعدي الان الحموضه بتاع الطماطم. شوفوا شوفوا شوحناها. شوفوا اهو مفيش هنا اي زياده ولا في حاجه اهو. عندك شوربه ايديها بشوربه، ما عندكش شوربه زي الخلع حمايه اهو. الجاز بقول لك الصرافه. طب والطماطم برضه كانت عند الطماطم دي وهي بتترتب احطها على الوش بتاعها. الدقيق بتاعنا بالمكونات اللي احنا حطيناها اللي هو الكركم، اللي هو البابريكا، شويه الملح، شويه الفلفل الاسمر اهو عشان يبقى الطبقه بتاعتنا دي متغلفه. طبعا انا من قصه الحراق هحط شويه بقى اهو البارد على الحراق اهو. دي البقسماط بتاعنا اللي هو الجاي. حطينا عليهم ملح، حطينا عليهم فلفل اسمر، كوبايتين لبن اهو. قلبي قلبي كده. ناخد بقى من الدقيق هنا كده اهو برده ونعملها كده وننزل هنا بقى في اللبن والبيض والبانيليا واجي هنا بقى نجلفه بقى. شوفوا وننفض بقى وتحط هنا كده مكرونه. شفتوا تعالى يا سنه ولا مطبخ يا سنه على جواز. شوفوا الطماطم بتاعتنا حطيتها على الوش اهي. ولا حلو؟ لا اهي اهي فرفره اهي يا ولد. تاني الشطوره يا ولد. شوف اللون بتاعي مش غامقه ازاي؟ غامقه يا طارق. لا زي العسل. ريحتها فله فله فله. بصوا بقى ما شاء الله خلصنا وستات الشمع. شوفوا بقى عاملين ازاي؟ معانا زي غزير. يعني ايه غزير؟ يعني كتير. ضحي بقى ضحي في الوصفه دي. سمي بالله وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يتغطى كده، لو ما اتغطاش مش هيبقى بفتان. روايح الحراق بصراحه ريحتها تحفه تحفه تحفه. لان بقى شوفوا تعالوا شوفوا الطروف اهي. سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز. انا عارفه الامهات بتوعي كلهم الناس الكبيره على دماغي وبيعرفوا يعملوا احسن من الخلق هنا. بس انا بعلم سنه اولى مطبخ سنه اولى جواز واللي داخله على الجواز. اوبا وعد يوم مكتوب لك. انت ناوي تاكل ان شاء الله. امال لو اتفرج عليك؟ لازم معديه على معديك. هقول انت ناوي تاكل لو اتفرج عليك. شوفوا بقى بعد كده ورصي بقى. شكله كده يقعد معاك النهارده. هو قاعد معايا رايح لا ده عنده مشوار. لا المشوار ده هياكل معاك. شوف اللون والجمال. هو ده انت جاي عند الاكله اللي بيحبها وتقول له ما انتش واكل. ما انتش واكل. شوفوا ايه رايك في اللون يا الطروف؟ زي العسل والله جميل. بصوا حط برضه الدور التاني ده كده وعلى ما طارق يشطف ويطلع لنا. انت طارق والنبي بينبت ميه اهو بصر ميه بينبت في الحمام. يا ترى اولادكم بيخشوا زيه كده؟ مصر كلها كده. ايه يخشوا بيت الراحه ما بيطلعوش الا كده. ده البرد ده بقول انت بتنام يا ابني عندك. سيدي يا سيدي. ايه رايك؟ وفين الحته اللي انا كنت واكل منها؟ عندك اهي في الاول. في الاول في ايه؟ اهي قدامك اهي. ماشي اهي
اسف يا جماعه. بصوا بقى اللي بجربها بجربها بقى. لازم. ايه رايكم بقى في المكرونه الجميله دي؟ جميله جدا جدا جدا. حبه كزبره كده، قرن فلفل كده عشان نكسر الله. يا سيدي يا سيدي حضرتك مستعجله. مطعم ولا مش مطعم؟ مطعم. من يقول مش مطعم؟ انا بحسب تقولوا مش مطعم. لا مطعم وابو المطعم. بص يا ابو طارق، فضلت لك الحله اهو. ماشي. حبه المكرونه اهو. ايوه كده احسن. ولا تزعل. نام خفيف تاكل خفيف. تزعل عليا. ايوه. بسيطين كده. قرن فلفل كده بقى نكسر اللون. شوفوا شوفوا. هاتي حته. على زيك احسن منك اهو. ما شاء الله تبارك الله. اكل هنيه تكفي 100. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. احنا عند حسن ظنكم. ما تكتروش على راي ابو طارق في الصيف الاكل. احنا بنشرب ميه وبنشرب عصير وبنبقى هلكانين. حاجات خفافه كده. وسلام ختام مع احلى اخوات في الدنيا.